في الحلقة اللي فاتت قفلنا على سؤال مهم. العميل اللي دخل الويب سايت وملى فورمة التسجيل وما كملش هنسيبه يضيع؟ الإجابة لا طبعا، ده مش عميل ضايع وما ينفعش يكون عميل ضايع. ده عميل احنا دفعنا فيه فلوس عشان نجيبه، دخل واهتم وساب لنا بياناته وبعدين اختفى. اختفائه ده مش معناه انه رفض المشروع، مش معناه ان المشروع ما عجبوش، مش معناه ان الاسعار ما ناسبتهوش، لكن ممكن يكون بيقارن، أو ممكن يكون خايف ياخد قرار وعايز حد يساعده، أو ممكن يكون المنافس بيزن على ودانه وأنت مش حاسس. كلمه صح، وفر له اللي هو عايزه، فمش قادر يسيبه ويرجع لك. في حلقة التتبع اللي فاتت جوجل أناليتكس قال لنا العميل جه منين ودخل أي صفحة مشروع، قعد قد إيه الأحداث اللي عملها لغاية ما ساب بياناته وبعدين اختفى. النهاردة بقى هنقفل الدايرة دي، هنعرف ازاي نرجع العميل تاني من غير ما ندفع ولا مليم، ومن غير ما ندفع فلوس اعلانات، ونبدأ دايرة البحث على عملاء جدد من اول وجديد. الحلقة النهاردة بيبدأها استاذ عبد الله وبيتكلم مع عمرو وبيقول له احنا صرفنا على حملات ميتا وصرفنا حملات جوجل ادز وعملنا تتبع، والتقرير بيقول ان في عدد كبير دخل صفحة المشروع، وفي عدد ضغط على الواتساب، وعدد ضغط على اتصال، وفي ناس هنا في التقرير سابت بياناتها يا عمرو، الاسم ورقم التليفون والايميل. بس السؤال هنا، الناس دي ما كملتش ليه؟ طب الناس دي راحت فين؟ عمرو هنا بيبص الاستاذ عبد الله بيقول له بسيط يا فندم، نعمل لهم اعاده استهداف، نظهر لهم باعلان تاني. استاذ عبد الله بيبص وهو متضايق لعمرو بيقول له يعني هدفع تاني؟ انا دفعت عشان اجيبهم اول مره، هدفع تاني عشان اظهر لهم؟ الاستشاري بيبص لعمرو هنا وبيقول له استنى يا عمرو، هي حملات ميتا او جوجل ادز اللي كنت مشغلها على الموقع كانت بتشغل فورمة التسجيل؟ يعني الناس فعلا كانت بتسيب بياناتها؟ عمرو بيرد على الاستشاري بسرعة وبيقول له فعلا كل العملاء اللي عندي الاسم والموبايل والايميل، سواء من حملات ميتا او جوجل ادز او حتى تحسين نتائج محركات البحث. الاستشاري بيبص للاستاذ عبد الله وبيبتسم كده وبيقول له اهدى، طالما عندك داتا فيها الاسم والموبايل والبريد الإلكتروني، سألت على مشروع أو منطقة أو وحدة بعينها، تقدر تعمل لهم حملات من غير ما تدفع ولا مليم. أستاذ عبد الله بيبص للاستشاري وبيقول له أفهم من كلامك إن أنا أقدر أستهدف الداتا دي كلها ومن غير ولا مليم؟ الاستشاري هنا بيبص للاستاذ عبد الله وبيقول له بالظبط، احنا هنبعت لكل الداتا دي العرض اللي يناسبها عن طريق حملات الايميل ماركتنج. عمرو هنا بسرعه بيبص للاستشاري وبيقول له هو في حد بيفتح الايميل يا فندم دلوقتي؟ احنا نسمع عن حملات الواتساب، لكن حملات الايميل ماركتنج وفي السوق العقاري المصري صعب. احنا بلد بتشتغل بالتليفون والواتساب، والايميل ده اخر حاجه بنفكر نفتحها. الاستشاري بيرد على عمرو وبيقول له بالظبط، بس المعلومه الجديده يا عمرو ان اكبر شركات التسويق العقاري في العالم بتشتغل بالايميل ماركتنج، والشركات اللي عايزه تكبر وتشتغل بسيستم بتشتغل بالايميل ماركتنج في المقام الاول قبل ما تصرف اي مليم. خلي بالك يا عمرو، العميل ما بيفتحش اي ايميل، لكن بيفتح الحاجه اللي تخصه، الحاجه اللي تشده، الحاجه اللي هو محتاجها. عميل بيدور على فيلا تبعت له شقه، طبيعي مش هيفتح الايميل ولا هيهتم، والعكس الصحيح. عميل مهتم بتجاري وتبعت له سكني، مش هيفتح الايميل ولا هيهتم، والعكس الصحيح. عميل عايز يسكن في التجمع الخامس وتبعت له ساحل، اكيد هيتجاهل الايميل. ليه؟ لانه حاسس ان انت مش فاهمه، انت بتبعت له حاجه هو مش عايزها، بتبيع له حاجه هو مش مهتم بيها. المشكله مش في الايميل يا عمرو، المشكله اننا بنبعت نفس الكلام لكل الناس وفي الاخر نقول الايميل ما بيجيبش نتائج. وخلي بالك هي نفس قصه الاعلانات، لو استهدفت جمهور غلط عمرك ما هتلاقي اي نتيجه، ولا حد هيهتم، ولا انت هتبيع. استاذ عبد الله بيبص للاستشاري وبيقول له انا محتاج افهم الكلام ده، محتاج اقتنع بيه. الاستشاري بيقول له استاذ عبد الله انا هشرح لك الموضوع ده في صورة قصة صغيرة. الاعلانات عندك عاملة زي جردل فيه فتحات، ميتا تجيب لك ليدز، حملات جوجل ادز تجيب لك ليدز، نتائج محركات البحث تجيب لك ليدز، والموقع يجمع بيانات الناس دي كلها عندك وتبقى عندك داتا كبيرة. من غير متابعة العملاء دول بيقعوا بقى من فتحات الجردل. عميل ساب بياناته وما ردناش عليه بيقع مننا، عميل نزل بي دي اف المشروع وما تواصلناش معاه بيقع من الجردل، عميل كان عايز حاجة في التجمع وما تواصلناش معاه بيقع من الجردل. تقوم لما الدنيا تهدى تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟
تعمل حملة من أول وجديد، تبدأها من الصفر وتدور على عملاء جدد وتملى الجردل تاني بالعملاء، وتبدأ العملاء تقع تاني، تملى انت الجردل والعملاء تقع. استاذ عبد الله بيبص للاستشاري وهو متعجب، بيقول له ده اللي بيحصل بالظبط، كل شهر حملة جديدة وميزانية جديدة ونفس الدوامة. الاستشاري بيبص لاستاذ عبد الله بيقول له بس خلي بالك، الايميل مش بدل الاعلان، الايميل ده هو اللي بيحافظ على العملاء، هو اللي بيسد فتحات الجردل، الاعلان هو اللي بيجيب العميل، والتتبع هو اللي بيقول لنا هو مهتم بايه، هو عايز ايه، هو عايز يشتري فين. الاعلان هو اللي بيجيب العميل، التتبع والتحليل يقول لنا العميل ده جاي منين وعايز ايه ومهتم بوحدة ايه. بالايميل بنعمل له اعادة استهداف، بنتابعه، بنأهله، بنشوفه برد ليه، بنشوف دماغه فيها ايه، بنرجع له برسالة مناسبة فيها وحدة تناسبه، فيها ميزانية تناسبه، فيها عرض هو عايزه، فيها مقدم هو كان بيتفاوض عليه، فيها استثناءات هو كان عايزها. بنرجعه للديل تاني، بنحفزه يقفل البيعة بدل ما نبدأ إعلانات من أول وجديد ونجيب عميل شبهه ونخش معاه في نفس المسار ونقول ليه مفيش بيع في الآخر. استاذ عبد الله بيبص للاستشاري وبيقول له انا اقتنعت باللي انت بتقوله، اللي انت بتقوله ده منطقي جدا، بس هو فعلا حملات الايميل من غير ولا مليم؟ الاستشاري بيبص لاستاذ عبد الله وبيقول له في منصات ارسال كتير بتدي آلاف الرسائل شهريا وبدون اي تكلفة، يعني على الاقل في المرحلة دي تقدر تبدأ تتابع العملاء بتوعك وتشغل الداتا اللي عندك بدل ما تبدأ تعمل إعلانات من أول وجديد. عمرو بيبص للاستشاري بيقول له كلام حلو، كلام منطقي، كلام جديد علينا في السوق المصري، بس يعني إيه نبعت لكل عميل اللي يناسبه؟ الاستشاري بيبص لعمرو وبيقول له يعني مش كل العملاء تحطهم في قائمة واحدة، الداتا اللي جاية من الإعلانات الممولة أو من نتائج تحسين محركات البحث أو من الموقع أو حتى من زيارات المكتب عندك لازم تتقسم يا عمرو، قائمة بريدية للوحدات السكنية بس، قائمة بريدية للتجاري بس، قائمة بريدية للفلل بس، قائمة للتجمع، قائمة لزايد، قائمة لأكتوبر، قائمة الميزانية أقل من 5 مليون، قائمة الميزانية أعلى من 10 مليون. يعني اللي عايز وحدات سكنية نبعت له وحدات سكنية في المنطقة اللي هو عايزها، واللي عايز فيلل نبعت له فيلل في المنطقة اللي هو عايزها، واللي عايز إداري وتجاري نبعت له إداري وتجاري في المنطقة اللي هو عايزها. التقسيم ده يا عمرو اللي بيخلي الإيميل مفيد بدل ما يكون مزعج. لما بيوصلوا عرض قريب من ميزانيته بيقول لك لو سمحت ابعت لي رقم تليفونك حالا، لأنه بيحس إنك فاهمه وعارف هو عايز إيه. الإيميل بيخلي فيه علاقة بينك وبين العميل، مش زي آلاف الشركات بتعمل إعلانات وتسيب العملاء من غير متابعة. الإيميل بيحسسه إنك قريب منه، فاهم هو عايز إيه وبكام وفين وإيه يناسبه وإيه لأ. الإيميل والرسائل أكتر حاجة تحفز العميل إنه ينزل يقعد معاك في المكتب. أستاذ عبد الله بيبص للاستشاري وبيقول له هسألك سؤال، هو أنا ينفع أبيع بالإيميل ماركتينج قبل ما أعمل أي حملة ومن غير ما أدفع أي فلوس؟ الاستشاري بيرد على استاذ عبد الله بيقول له خليني اديك مثال من واقع خبرتي، من واقع اني دخلت شركات عقاريه كبيره في مصر. لما بيبقى في افتتاح مرحله جديده في التجمع الخامس يا استاذ عبد الله، قبل ما شركات كتير تقعد وتخطط لعمل حمله من الصفر، في شركات فاهمه بتبص في الداتا اللي عندها. مين آخر 3 شهور كان بيدور على وحدات سكنية أو فيلل في التجمع الخامس وما لقاش حاجة مناسبة وإحنا كنا بنتابع معاه؟ مين ساب بياناته وإحنا صنفناه إنه عايز حاجة في حدود 5 مليون وكنا بنتابع معاه؟ الداتا دي بقى لو عندك حد بيتابعها يا أستاذ عبد الله لما يبقى فيه افتتاح مرحلة جديدة، دول أول ناس بيشتروا في المشروع الجديد ومن غير ولا مليم. الناس دي كانت تايهه وانت دليتهم على الطريق، انت سبقت السوق كله بخطوات يا استاذ عبد الله. الكل قاعد بيفكر في الكامبين وانت اصطدت بحملات الايميل ماركتنج، ده لانك كنت فاهم وعارف ومستني اللحظه المناسبه. حملات الايميل ماركتنج بتبدا بالناس الاقرب لقرار الشراء، اللي كانت عايزه نفس الحاجه ومش لاقياها ولسه بتدور عليها. عمرو بيسأل الاستشاري وبيقول له تفتكر رسالة واحدة، ايميل واحد ممكن يخليني ابيع وحدة
ب10 مليون و15 مليون. الاستشاري بيرد على عمرو وبيقول له عميل العقارات مش بيشتري من أول مرة يا عمرو، ده قرار كبير، بيفكر ويقارن ويسأل أهله، بيخاف يغلط، عشان كده بنتابعه واحدة واحدة. أول إيميل بنفكره حضرتك كنت مهتم بمشروع في التجمع الخامس، ودي لمحة عن المرحلة الجديدة. تاني إيميل بقى وضح له حدود السعر، المقدم كام، الاقساط ايه، هتستلم امتى. تالت ايميل ممكن تطمنه بصور من ارض المشروع او فيديو صغير يوريه المعدات وهي شغالة في ارض المشروع عشان تطمنه. رابع ايميل ممكن تحركه برسالة اخر وحدات بالسعر الحالي او السعر هيتغير قريب. وفي كل ايميل من الايميلات دي يا عمرو لازم تحط له رقم واتساب تحت وتسيب له اختيار، عشان لو في ايميل شده يتواصل معاك فورا، لو في مرحلة جذبته يتواصل معاك فورا. كتير من العملاء بيحبوا يحجزوا بعد انتهاء المرحلة الأولى، فممكن تبيع كتير في المرحلة التانية من خلال عملاء ما حجزوش معاك في المرحلة الأولى. نظام المتابعة عن طريق الإيميل ماركتينج، أنت بتشتغل مع ناس هم الأقرب لقرار الشراء، ناس عندها نية الشراء، بس أنت بتحركهم بالرسائل دي، وكل عميل بيتحرك في مرحلة معينة. استاذ عبد الله في النهايه بيبص لقسم التسويق والمبيعات وبيقول لهم كده الصوره بقت كامله، احنا جبنا العميل، فلترناه وتتبعناه، عرفنا هو مهتم بايه، قسمنا الداتا بتاعتنا وسجلناها، وبقينا نتابع العميل بتكلفه صفريه بالعرض المناسب ليه، بدل ما كل مره نبدا اعلانات من اول وجديد. الاستشاري هنا بيقول لاستاذ عبد الله، وده ملخص الموسم كله، كنا عايزين نقول للناس في ال10 حلقات ان الاعلان الصح هو اللي يفلتر العميل ويجيب ناس عندها نية شراء مش ناس عندها فضول. والتتبع والتحليل مرحلة مهمة جدا، لانها بتقول لنا العميل جاي منين، من اي قناة تسويقية، ومهتم بايه. اما المتابعة بالايميل ماركتينج فبترجع العميل اللي نسيناه للتفاوض مرة تانية، بنبني معاه علاقة عن طريق الرسائل المناسبة ليه مش المزعجة. والمبيعات دورها تقفل البيعة مع العميل اللي رجع وطلب خطوة حقيقية، طلب ينزل الموقع. العميل اللي دخل وساب بياناته وما كملش مش شرط رفض المنطقة والمشروع، مش شرط رفض الأسعار، مش شرط رفض أنظمة السداد، ممكن بس يكون محتاج تأهيل. والايميل ماركتينج تشتغل بيه اكبر الشركات العقارية في العالم، لانه بيأهل العميل بالصور والنماذج والرسائل افضل من التليفون والواتساب. الايميل بيبقى عند العميل يفتحه وقت ما يحب لو كانت الرسالة واضحة، لكن احيانا الاتصال والواتساب يكسروا خصوصيته ويقفل منهم، وبالتالي يقفل من المشروع. الداتا اللي بتجيبها من الحملات الإعلانية مش أسماء مركونة وبتتحط في الدرج، دي أصل رقمي بيكبر كل شهر وليه تمن، والعميل ممكن يشتري مرة واتنين وتلاتة، ولو ارتاح لك هيجيب حد يشتري منك. بكده هنوقف التسريب اللي بيحصل كل شهر، وهنبطل نعمل حملات جديدة ونصرف ألافات كل شهر. لما نعمل الحملة من الأول صح، نفلترها، نحللها ونتتبعها ونتابعها في آخر الأمر. الموسم الجاي إن شاء الله هنعرف إزاي نشغل الداتا دي ونحولها لمصدر بيع طول السنة. أستاذ عبد الله بيقفل الموسم ده ويقول يعني السؤال الجاي مش هنجيب ليدز إزاي، السؤال الجاي هنخلي الداتا دي تبيع إزاي. الاستشاري بيبص لأستاذ عبد الله وبيقول له بالظبط، وده سؤال الموسم الجاي.